يلا تفضل. نعم. 4 الساعة 7 كده. يرفع القدم المركزي. والجثث يعني هو بيسموها إصابات متعددة، واحد بس مذبوح من رقبته. مذبوح من رقبته. وكل الضربات ضربات في الدماغ، أكثرها في الدماغ، يعني إصابات دماغ. وضربات متعددة، إصابات متعددة يعني. كان واضح إنه مثلا إيه، ضرب بآلات متعددة، آلات حادة. لا مش حادة، آلات جامدة يعني. سلاح أبيض حاجات لا مفيش سلاح أبيض، بقول لك هو واحد بس اللي مذبوح، لو الثاني ضرب مثلا ممكن يجي مذبوح راسه، هل راسه منفصل عن جسمه؟ جرح عميق يعني. جرح في رقبته نازل. وبقية الضربات موجهة للرأس، أكثر ضربات راس. يعني هي حالات ضرب أدى إلى موت. طيب كان في حالات حروق؟ لا بس في صور تم عرضها ان في ناس وشوشها محروقه. هل لا مش محروقه، متعوره. الجروح ممكن تبقى شكل الحرق كده؟ ناس تخين متعوره مجروحين، كدمات وسكحات. تمام. طيب ايه اللي تم بعد ما الجثث جت؟ هل في مش دعوه احنا لان احنا جهه علاج، مش جهه مالناش دعوه بالجثث، احنا مستشفى علاج. اخذناه الثلاجه وبعد تصرف النيابه اللي بالصح. طيب كان في اهالي الناس جم النهارده الصبح؟ لا النهارده الصبح افراد قليلين يعني دول استلموا الجثث ومشوا. مش هم اللي استلموا برضه، لان هي النيابه اللي اتصرفت. يعني هي النيابه اللي حولتهم لمصلحه زينهم، والنيابه اللي خدت. يعني هي جثث تحت تصرف النيابه، هي النيابه اللي بتتصرف، مش احنا، مش في الموضوع خالص. لا الجثث احنا جهه علاج، الحاجه الوحيده اللي بنعملها ان احنا بنعملهم في الثلاجه. بس هم ما زالوا في الثلاجه. مشوا؟ قالوا راحوا زين. هذا مدير المستشفى اللي نقلوا له الجثامين الطاهرة. ظاهر يعني حتى ناحرين أحد الأشخاص، ناحرين نحر حسب فتوى دكتوراه الذبح في شريعة الغاب في الكويت شافي العجمي. هذه هي الفتاوي اللي توصلهم، واللي محد للأسف الشديد ساكتين عنها كثير من الناس ولا يعيرون لها أهمية. هؤلاء هم الذين نظروا للذبح والقتل والسحل وكثير من احنا يجب أن نأتي على رأس الأفعى. إذا ما نقضى على رأس الأفعى هؤلاء الذيول ليس لنا فيهم حاجة. أهم شيء رأس الأفعى. أخواني، في ختام هذه الحلقة الخاصة أدعو الأخوة المؤمنين جميعا في هذه الليلة بصلاة الوحشة للفقيد الغالي الشهيد المجاهد حسن شحاتة، وأخوه إبراهيم شحاتة، ورفيق دربه عمران منصور. وقبل وفي الختام أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، وأترككم مع هذا الفيديو الأخير مع حفيد الشيخ الذي سيتكلم حول هذا الموضوع. شكرا جزيلا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب بقى مش كفاية كده.